أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج خاص. في هذا العدد سنناقش أهم التطورات الحاصلة على الصعيدين الداخلي والخارجي، خاصة ما تعلق بقانون الانتخابات ورهان السلطة على المضي قدما لمحاربة التزوير الإداري والمال الفاسد في الانتخابات المقبلة. كما سنتحدث عن القضية الحدث ألا وهي قضية التطبيع الدنيء وهرولة بعض حكام العرب وارتمائهم في حضن الكيان الصهيوني مقابل تحقيق مصالح ضيقة. لكن ماذا جنت هذه الأنظمة سوى العار؟ وخير دليل المكالمة الهاتفية التي أجراها العاهل المغربي مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني الذي وصف المكالمة الهاتفية بالدافئة، دفء في فصل شتوي وعلى اعتاب الفالنتين وصفه البعض. فيا فلسطين لا تنادي قريشا فقريش ماتت بها الخيلاء، ذروة الذل أن تموت المروءات ويمشي إلى الوراء الوراء. نبدأ النقاش بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد لإثراء الموضوع أكثر بالتحليل والنقاش. يسعدني أن أستضيف معي في الاستوديو اليوم كل من عبد العالي شريف حساني عضو المكتب التنفيذي لحركة مجتمعي السلم. أهلا بك أستاذ. شكرا لك، بارك الله فيك. كما يسعدني أيضا أن أرحب بالأستاذ زواني بن يوسف رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب تاج. أهلا وسهلا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. لو أبدأ معك النقاش أستاذ زواني من التصريح الأخير لرئيس مجلس الأمة بنيابة صالح قجيل بتنظيم الانتخابات فور عودة رئيس الجمهورية، قال أنه في إمكانية أن تنظم الانتخابات معزولة، يعني الانتخابات التشريعية وحدها وانتخابات البلدية وحدها. ما رأيكم وما هو تصوركم أيضا لقانون الانتخابات الجديد؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية إليك وإلى ضيفك الكريم الأستاذ حسني وإلى السادة المشاهدين في داخل الوطن وخارجه. وقبل الحديث عن قانون الانتخابات وهذه التصريحات الجديدة، بودي أن أنتهز هذه الفرصة لكي أقدم تهانية الخالصة للشعب الجزائري برمته بقدوم السنة الجديدة، متمنيا لهذا الشعب إن شاء الله يعني كل الرخاء والسعادة، وأن ينعم في دولة آمنة مستقرة ورائدة بين الأمم. بالنسبة لقانون الانتخابات الذي نعتبره هو من بين القوانين العضوية المهمة التي تأتي بعد الدستور. هذا القانون في الحقيقة اللي به نستطيع أن نتقدم قدما نحو ديمقراطية حقيقية، نحو تداول سلمي على السلطة. فقط أن الذي عشناه طيلة فترة زمنية طويلة منذ بداية العهد التعددية في الجزائر هو ذلك التزوير الشامل الذي كان في كل استحقاق انتخابي، سواء كانت الرئاسيات أو الانتخابات المحلية أو البلدية. الأمر الذي جعل كثير من المواطنين يعزفون عن واجبهم الانتخابي. الأمر أيضا الذي أدى إلى فقدان الثقة بين السلطة، بين الحاكم والمحكوم. اليوم الآن لازم نفكروا هل هذا القانون، قانون الانتخابات الذي نحن مقبلين عليه، هل هو سيعيد ملامح هذه الثقة المفقودة؟ يعني نحن الذي نريده هو أن يكون قانون موضوعي، أن يصاغ صياغة موضوعية. لا نريده أن يكون قانون لحزب سياسي معين أو لسلطة أو للوبي معين أو لأي جهة من الجهات. نريد قانون يمتاز يعني بالموضوعية، قانون للحاضر، قانون للمستقبل، قانون للجزائر وقانون قانون للجزائريين. وهنا ينصب النقاش حول البحث عن الثغرات الموجودة في قانون الانتخابات، هذه الثغرات التي كان من ورائها
الكثير تحدث عن ثغرة العتبة. ثغرة العتبة الكثير تحدثوا عنها وقالوا أنه يجب أن يعاد النظر في هذه النقطة فيما يتعلق بنقطة العتبة كما قلت لك. والله درك القانون الانتخابي يختلف، يعني هناك عدة قوانين، هناك عدة عتبات. نعم. هناك عدة عتبات. المهم احنا الذي يهمنا في الانتخابات هو أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة. إذا كانت العتبة مثلا 4% ممكن تهبط إلى 3% أو تزيد 5%، هذا ما هوش إشكال. الإشكال هو أن تكون هذه الانتخابات تكون انتخابات نزيهة، تكون انتخابات شفافة، تكون الإدارة بعيدة كل البعد عن تنظيم هذه الانتخابات، تكون السلطة المستقلة للانتخابات لها كل الإمكانيات، كل الاستقلالية المالية، يعني من بداية العملية الانتخابية يعني حتى نهايتها. أنت تعلم أخي الكريم بأن منذ الانفتاح الديمقراطي في الجزائر من 90 إلى يومنا هذا ما كانش، ما عدا انتخابات نتاع سنة 90 اللي كانت انتخابات نزيهة حيث فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كانت انتخابات شفافة، أو الانتخابات الأخيرة اللي هي الانتخابات الرئاسية والانتخابات نتاع الدستور، هذه اللي شدنا فيها نزاهة في العملية الانتخابية وبهذا القانون. باقي العمليات الانتخابية تاع 97 تقريبا عندنا 4 ضربها في 3 تقريبا، عندك 12 استحقاق انتخابي، كلها انتخابات شابه التزوير، ويا ليت هذا التزوير يعني كان يعني تزوير خفيف، ولا كان تزوير عقلاني، ولا كان تزوير، ولكن كان تزوير مكشوف مفضوح الى درجه يعني لا يتحملها العقل. وهناك ولايات اللي دفعت ثمن كبير يعني في تزوير الانتخابات، وهناك شهادات. هل ستوفق السلطة الوطنية المستقلة للحد من هذا التزوير والانتخابات؟ وهذا هو الشيء اللي خلى الثقة يعني تفقد المواطن عندما لا يجد تغيير، لما ما يشوفش تداول سلمي على السلطة، يشوف نفس السلطة نفسها إلى آخره، واش يوقع؟ يعني يوقع عزوف. واحيانا التزوير تاع الانتخابات. طيب هل الاحزاب السياسيه تتحمل نصف هذا الوزر من عزوف الشعب عن الانتخابات؟ جاوبني على سؤال يا استاذ الزاني، هل الاحزاب السياسيه تتحمل على الاقل نصف مسؤوليه وزر هذا العزوف من طرف الشعب الجزائري على صناديق الاقتراع؟ لا، ما عساها ان تفعل الاحزاب السياسيه على الاقل ابتعاد عن الخطاب الشعبوي. الاحزاب السياسيه ليس لها امر. الاحزاب السياسيه اليوم الاحزاب السياسيه لم تستطيع على الاقل تعبئه الشعب للذهاب الى صناديق الاقتراع، وهذا شيء مؤسف. يعني الاحزاب السياسيه هي احزاب سلميه تناضل بالطريقه السلميه، والطريق السلمي هو الطريق النهج الانتخابي. الحراك الذي انتفض يعني في الجزائر ما هو إلا تراكمات لفقدان الشرعية، هذه الشرعية التي كانت الناتجة عن تزوير الانتخابات. نعم. التي كانت لأنه الشعب الجزائري من التبجيل والتمجيد للحاكم إذا لم يجد فرصة. يعني حتى الانتفاضة كانت ضد بعض الأحزاب السياسية والممارسات التي كانت ماضية عليها إلى يوم نبعث إذا لم يتغير الأمر. أحيانا الأحزاب هي ضحية إدارة كانت تزور العملية الانتخابية. أستاذ زواني، هناك الحديث اليوم عن مقترح القائمة المفتوحة، لكن بالمقابل البعض يقول لك أن هذا ربما قد يكون فيه إشكال وتعقد الأمور فيما يتعلق بعملية الفرز. ما رأيك؟ والله هذا الموضوع نتاع القوائم لازم يناقش نقاش عميق جدا. احنا اعتدينا على القائمة المغلقة، والقائمة المفتوحة قد تكون فيها بعض السلبيات وتكون فيها بعض الإيجابيات. القائمة المغلوقة أيضا فيها الإيجابيات يعني وفيها السلبيات. الأمر لازم يفتح للنقاش على مستوى الأحزاب لكي نعمق النقاش أكثر حتى نرى ما هو النمط الانتخابي الذي يليق بنا في الجزائر. واش رانا باغيين احنا هذه المجالس، كيف تكون تشكيلتها، كيف يكون تمثيلها. لأن أحيانا أنت لما تدير القائمة المغلقة هذه راهي يرتبها الحزب،
يرتبها وكيرتبها الحزب، يرتب الكفاءات في المراتب الاولى، يشوف لكن برأيك هل ستتغير الممارسات القديمة؟ لأن في القوائم المغلقة شفنا بعض رؤوس القوائم دخلت مزاد علني يعني ونخر المال الفاسد في البرلمان. احنا ما لازمش نديروا التشريع بردود الافعال، لان القائمه المفتوحه رانا نتكلموا الكثير راه يتكلم عليها، لان في القائمة المغلقة كان هناك تدخل بما يسمى المال الفاسد، يعني نعم. رؤساء القوائم نعم، حتى أنه شفنا رجال أعمال القوائم كانت تشتري، يعني تشري في بعض الأحزاب، يعني تشري المرتبة تاعها، ماهوش غير القائمة، ماهوش غير متصدر القائمة، متصدر القائمة وأحيانا الثاني وأحيانا الثالث إلى آخره، يعني هذا ولكن لو أننا حاولنا أن نغير من القائمة المغلوقة، من القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة، نظن حتى المال الفاسد ما عندنا. مجلس الأمة حاليا تقريبا أغلبهم كلهم يعني ما يعني ياخذوا ويحصلوا على مقاعدهم بالمال الفاسد، يعني في أغلبهم، إلا من رحم ربك. نعم. ممكن حتى نروحوا للنمط الفردي، النمط الفردي أيضا تكون كذلك، لكن احنا هذه الظواهر في حد ذاتها لازم تحارب، مش من أجلها، لأن احنا كل مرة نقول بدلوا. مرة النمط الفردي لما فاز حزب معين وهيمن على كل مقاعد البرلمان قال خلاص درنا مجلس الأمة وبدلنا، درنا القائمة النسبية إلى آخره. احنا لازم نفكروا الآن تفكير جدي ونفتحوا نقاش يعني في هذه المسألة، وندرسوا السلبيات والإيجابيات. نعم. وبعد ذلك نرجح. نعم. وأنا في اعتقادي تبقى القائمة اللي راها اعتدنا عنها، وهي القائمة يعني المغلوقة، يعني هي أفضل، هذه القائمة النسبية المغلوقة يعني هي أفضل، فقط لازم يعني تكون طريقة وتكون هناك جميل. قوانين يعني مشددة لمحاربة المال الفاسد يعني في العمليات الانتخابية. القانون تاع 2016 قانون مليح، يعني مليح فيه القائمة النسبية واعتدنا عليها إلى آخره، يعني ما كان حتى إشكال. شوف كاين برك فقط يعني هناك بعض الثغرات اللي ممكن نسدهم في هذا القانون. كيف يمكن سد هذه الثغرات؟ مثلا أنا نعطيك مثال. أثناء الفرز المراكز تغلق وما يخلوش الناس تدخل. احنا لازم نديروا مادة إلزامية الحضور الشعبي. هو الفرز علني ولكن لازم الحضور الشعبي، لازم خلي الناس يدخلوا يحضروا الفرز. مثلا في المراقبة، مثلا على سبيل المثال المراكز، المكتب تلقى خالي من المراقبين، لأن لما تكون عندك انت 16 قائمة ولا 20 قائمة ويديروا لك القرعة قبلية، المفروض القرعة تندار بعد ما يتقدم الأحزاب. المكتب اللي يكون فيه أكثر من 5 نديروا عليه القرعة. أما الأحزاب إذا كان ما قدمتش وتدير قرعة، معنى ذلك تجد المكاتب كلها تقريبا كلها فارغة. وأيضا عندنا أحيانا مسألة جمع الإمضاءات نتاع الترشح. احنا الآن العملية السياسية راح نمشوا للجزائر الجديدة ونفتحوا المجال يعني للجميع يعني باش يترشح. المفروض يعني الإمضاءات يعني فيها نوع من التعجيز. لما نقرأ في القانون باللي 50 إمضاء لكل مقعد في الانتخابات المحلية، يعني هذا عدد يعني كبير جدا، يعني يكاد يكون هذا العدد المفروض يعني يخفض من 50، قادرين نخفضوه إلى 15 مقعد. قادر مثلا في بلدية ممكن واحد يجمع بلدية صغيرة 130 مقعد، بإمكانه يدير قائمة ويروح، سواء كانت قائمة حرة ولا قائمة حزب اللي عنده أقل من 4%. يعني نسهلوا للناس باش يترشحوا، ماهوش مواطنين عندهم رغبة باش يشاركوا في الحياة السياسية يجدون الأمر مستحيل. ونخلوا أيضا حتى الإمضاء هذا نسهلوا فيه. لازم الإمضاءات ما لازمش يكونوا في البلدية، أحيانا الناس يجوا ما يلقوش شكون اللي لازم كل شيء يعني طيب. لا يروح للجنة للسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات اللي تكلمنا عليها. وأنا في الحقيقة متفائل خير في رئيسها وفي السلطة في إنشائها، لأن شفنا الانتخابات الرئاسية
وأنا حضرت ورافقت الانتخابات الرئاسية ورافقت أيضا الانتخابات نتاع الدستور. في الحقيقة كانت نزيهة ما فيهاش غبار. ممكن نزيدوا نرموا أكثر، الأحزاب تزيد تقترح أكثر، نزيدوا نعمقوا النقاش. كل ما عمقنا النقاش فيما بيننا، وكانت عندنا النية الصادقة باش الكلمة الأولى والأخيرة تكون للشعب باش يقرر مصيره، وتكون عندنا شرعية يعني كاملة، يعني بالحوار إن شاء الله الرحمن الرحيم وبالثقة نستطيع أن نتقدم قدما إلى الأمام. إذا مشاهدينا الكرام، فاصل إشهاري قليل بسيط ونعود معكم، ابقوا معنا.